السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين ومتابعات قناة جرائم واقعية. دمتم في أحسن حال، ونبدأ في سرد قضية اليوم. واحد السيدة يهودية مغربية في عمرها تقريبا 50 عام مشات للكوميسارية كتبلغ على اختفاء الزوج ديالها، وكتقول بأنه متعود يجي للدار بعد كل مغرب، ولكن اليوم سميتو ما جاش. ولما تأخر عيطت ليه في التليفون ولكن ما كيجاوبش، وقالت من بعد ما اتصلت بيه وما جاوبنيش عيطت للشريك ديالو اللي عنده محل هو وياه ديال بيع الحبوب، اي كيبيعوا هادشي ديال الشعير والذرة وجميع الانواع ديال الاعناف ديال البهائم. المهم السيدة كتقول بانها اتصلت بالشريك ديالو اللي قال ليها راه راجلك ما كاينش هنا في الديبو. البوليس سجلوا المعلومات اللي دلات بها هاد السيدة، سجلوا الاوصاف ديال هاد السيد المختفي، وقالوا ليها منين غتكون شي حاجه جديده غنعيطوا لك. السيده بقات كل مره كتمشي للكوميساريه لعلها تلقى شي جديد بشأن الاختفاء ديال الزوج ديالها، ولكن البوليس ما توصلوا لوالو. هنا قضيه الاختفاء ديال هاد السيد طولات شويه وما كاين حتى شي جديد عليها. البوليس مشاو للمحل ديال هاد السيد، ولما وصلوا لقاو الشريك ديالو في البيرو ديال الديبو. الشريك ديالو حتى هو كان متعجب لهذا الاختفاء المفاجئ. سولوه البوليس على اخر مره شاف فيها داك صاحبو اللي مختفي، قال لهم شي 3 ايام دابا. ولما تفرقنا راه كان عنده موعد مع المدير ديال البنك اللي فيها الحساب ديال الشركه ديالنا، ومدير البنك راه عيط ليه على قبل شي حساب. قلت ليه نمشي معاه ولكن كان مصر انه يمشي بوحده. هنا البوليس قالوا ليه اش من حساب بينه وبين المدير ديال البنك؟ قال لهم ودي انا غادي نشرح لكم من الاول حتى الاخر. قال لهم دابا شي عامين تقريبا كنا نديروا هذا المشروع ديال بيع الحبوب، وكان ضروري خصنا ناخذ كريدي من البنك. كنا ناخذ 300 مليون سنتيم، ومدير البنك وافق لينا، ولكن شرط علينا واحد الشرط ديال اننا ما ناخذوش 300 مليون بل ناخذ 350 مليون، حيت هو كان باغي 50 مليون شي مشروع خاص به. ما بغاش الموظفين والرؤساء ديالو في البنك يعرفوا باللي خدا الكريدي. حنا وافقنا وخدينا من عنده الشيك على سبيل الضمان ديال ديك 50 مليون، وقال لنا باللي غادي يسدد الدين ديال 50 مليون ظرف 6 أشهر. حنا وافقنا حيت كنا في حاجه ماسه للفلوس، وفي ظرف تقريبا 8 شهور ردينا حنا الفلوس اللي كتسنى البنك، اي ردينا 350 مليون سنتيم، وبقينا غير ناخذ من عند المدير ديال البنك هاد 50 مليون سنتيم. ولكن المدير ديال البنك بدا كيتراوغ علينا، وفي كل مره كيقول لنا غير صبروا عليا وانا عاونتكم، وراه داكشي اللي وصلتوا ليه راه بالفضل ديالي. والعلاقه ديالنا معاه ولات سيئه. حنا عدتنا باننا غادي ندفعوا الشيك، والرؤساء ديالو غادي يعرفوا هو ما باغيهمش يعرفوا. هنا قال لنا عطيوني شهر وغادي نعطيكم فلوسكم، حتى لهذاك النهار اللي اختفى فيه الشريك ديالي. عيط ليه وقال ليها فلوسكم موجوده، جيب معك الشيك وجي خد فلوسكم، انا غادي نتسناك في الدار. باش نشير لواحد النقطه مهمه، هي ان المدير ديال البنك عنده واحد السكن في نفس البنايه اللي فيها البنك. المهم السيد كيقول بان الشريك ديالو من هذيك اللحظه مشى وما بقاش رجع، وما بقاش شافو بصفه نهائيه. هنا الضابط اللي كان مكلف بالبحث في هذه القضيه توصل من واحد العامل في هذاك الديبو بانه كان مؤخرا واحد المشادات كلاميه بين هذاك الشخص المختفي وبين الشريك ديالو، وبانهم بداو كيتغاوتوا، وقال بان هذاك الشريك ديالو قال هذاك اللي مختفي غادي نقتلك. مني سول الضابط الشريك ديال هذاك السيد المختفي قال لي واش بصح هددتيه بالقتل؟ قال لي فعلا انا هددت بالقتل، ولكن ما هددتش الشريك ديالي، هددت المدير ديال البنك لما بغاش يرد لنا فلوسنا. البوليس ولاو كيتعاملوا مع هذا الشريك بانه مشتبه به، واستشروا مع النيابه العامه فانهم يشدوه، ولكن النيابه العامه رفضت وقالت للبوليس ما كاين حتى شي دليل نصبروا حتى نلقاو شي دليل ملموس. واحد النهار الدوريه ديال الدرك الملكي المروحيه كيراقبوا مياه البحر ديال المحيط الاطلسي، شافوا واحد وسط البحر واحد القارب واقف، وبان لهم في هذاك القارب واحد الراجل واحد الظروف صعيبه طايح ومتكي في هذاك الباطو. الدرك عيطوا للملكيه البحريه اللي صيفطات واحد القارب كبير
الموقع اللي رصداتو ليهم الدورية ديال الدرك الملكي. لقاو الراجل فواحد الحالة صعيبة بزاف، هزوه للسبيطار ونزلوا جوج ديال الغواصة كيتفقدوا الحالة ديال القارب. لقاو واحد القنبة ملوية على الموتور، وهذيك القنبة مربوط فيها واحد الخنشة كبيرة، ومنين جبدوها وحلوها لقاو فيها جثة ديال راجل كبير. صيفطوا الجثة لمستودع الأموات، وكانت نتيجة التشريح بأن السيد مقتول بعدة طعنات قاتلة، يعني شي واحد بقى تيضربو بالموس بزاف د المرات. بعد التأكد من الهوية ديال هاد السيد من خلال البصمات ديالو، لقاو هو داك السيد اللي مختفي، اللي مراتو دارت البحث لفائدة العائلة عند البوليس. هنا السؤال المطروح هو كيفاش وصلت هاد الجثة ديال هاد السيد للبحر؟ البوليس رجعوا للسبيطار عند هاد السيد اللي كان في الباطو وسولوه اش كنت كدير وسط البحر؟ قال لهم انا راه ميكانيك ديال الماطر ديال الباطوات صغار، وجا عندي واحد السيد كنعرفو المدير ديال واحد البنك اللي هو الزبون ديالي، وديما كنصاوب ليه الموتور ديال الباطو ديالو، وقال لي بغيتك ترمي هاد الخنشه وسط البحر، راه هاد الخنشه فيها شي وثائق ديال البنك اللي ما بقاتش صالحه وبغيت نتهنى منهم، وعطاني الباطو ديالو. ولكن منين دخلت للبحر وقف بيا الباطو اونبان حتى جيتو نتوما. هنا البوليس مشاو مباشرة عند المدير ديال البنك، ملي سولوه نكر انه تلاقى مع الزبون اللي هو مول الألف اللي كان مختفي. قال لهم انا ما تلاقيتش معاه في البنك، انا اللي مشيت عنده المحل ديالو وعطيته الفلوس هو والشريك ديالو اللي كانوا كيتسالوني. باش ياكد لهم هاد الشيء اللي قال، جبد لهم الشيك اللي كان عطاهم في الاول على سبيل الضمان. هنا البوليس قالوا غنوسعوا شويه دائره البحث، وعطاو لواحد حارس امن خاص في البنك تصويره ديال داك مول العلف، وقالوا ليه واش هاد السيد كيجي هنا للبنك؟ جاوبهم وقال كيجي هنايا. وقالوا ليه امتى اخر مره جا هنايا؟ قال لهم تقريبا شي 4 ايام دابا، وانا سمعته كان كيتخاصم هو المدير ديال البنك في المكتب ديالو. ومني مشيت حليت عليهم الباب ديال المكتب قال لي المدير غير سد وسير، انا غادي ندخل غير من هنا للدار، لان المدير كاين عنده واحد الباب خاص كيدخل ويخرج منه مباشره من البنك للدار ديالو. هنا البوليس ولا عندهم واحد الشك كبير في المدير ديال البنك، عيطوا الناس ديال التشخيص القضائي باش يديروا واحد المسح للمكتب ديال المدير. الناس ديال التشخيص القضائي لقاو واحد الزربيه صغيره اللي كتكون عند الباب، لقاوها مغسوله ولكن ما مغسولاش كامله، غير شي اطراف صغيره وغير في الجناب ديالها وبقات سارده. داك الماء ديالها بقى واضح، هزوها بقاو كيقلبوا فيها وهما يلقاو فيها من التحت اثار ديال الدم. حجزوا الزربيه وصيفطوها للمختبر الوطني للشرطه العالميه، وخداو عينه من هذاك الدم اللي من بعد 24 ساعه غير يجي التقرير فيه تحليله كتاكد بان هذاك الدم ديال مول العلف اللي كان مختفي. هنا المدير مبقاش عنده شي مجال للانكار، واعترف وقال بان هذيك المشادات الكلاميه اللي كانت بيناتهم في المكتب كان السبب ديالها هو ان هذاك مول العلف هددو بواحد الموس، وقال ليه الا ما عطيتينيش الفلوس غادي نقتلك هنا. وقال لهم انا بقيت كنقول ليه نعاود الشيطان، وبقيت كنقنع فيه حتى حط الموس، ونضرت راسي غادي نحط واحد الملف في واحد البيرو في نفس الغرفه، وهزيت الموس بالزربه بقيت كنضرب فيه حتى مات، وهزيته ودرته في خنشه حطيته في السياره ومشيت به للميناء، ودرت الخنشه في الزوراق ديالي وطلبت من هذاك العامل ديال الصيانه اللي هو هذاك الميكانيكي، طلبت منه باش يرمي هاد الخنشه في وسط البحر. وهنا البوليس قالوا ليه واش هذاك الميكانيك كان عارف بلي الخنشه فيها جثه؟ قال لهم لا، انا اللي قلت ليه بلي الخنشه فيها غير شي وراق وما بقاوش صالحين ديال البنك وبغيت نتخلص منهم. المدير ديال البنك ما وصلش لهذاك الشيء اللي كان باغي، ورجعت الجثه اليابسه باش تحكي لنا هاد الجريمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا متابعينا الاعزاء الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله.